وصفتنا النهارده هي الماربل كيك، هنعملها مع بعض بكل سهوله، وكمان طعمها حلو وشكلها حلو قوي، مش بتحتاج معاها اي صوص او اي حاجه جنب التقديم. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الدقيق وعليهم رشه ملح، وهنزل عليهم بمعلقه ونص صغيرين بيكنج باودر، ونسيب الخليط الجاف على جنب. بعد كده هنحضر الخليط السائل، وهو عباره عن 3 بيضات درجه حراره المطبخ، وكوبايه من السكر الناعم، ربع كوبايه زبده على ربع كوبايه زيت، وممكن يكون الكميه كلها زبده او الكميه كلها زيت، مش هتفرق. بعد كده معلقه صغيره من الفانيليا، وهنضرب الخليط ده كويس جدا مع بعض الخلاط. بعد كده هنزل عليه على الدقيق وهقلبهم، هتلاقي القوام اللي بتاع الكيك تقيل. هيكون محضره معايا ربع كوبايه من الحليب المغلي، هنزل بيه على الخليط وهديهم كده تقليبه. بعد كده هنقسم الخليط ده على جزئين، اول جزء هنسيبه بالفانيليا، والجزء الثاني هنعمله بالشوكولاته. على الجزء اللي هنعمله بالشوكولاته هنزل عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. تلاقي الخليط بقى تقيل، هننزل عليه معلقه كبيره من اللبن، وهقلبهم كده كويس مع بعض. هنبدا ننزل بطبقات الكيك، طبقه فانيليا وبعد كده طبقه شوكولاته لحد ما نخلص الكميه كلها. بعد كده هجيب خله او بظهر سكينه وهنعمل فيها خطوط كده عشان تدي شكل الماربل. وبعد كده ادخلها على الفرن على درجه حراره 180 مسخن مسبقا على الرف في النص، بتفضل 45 دقيقه. قدميها طعمها حلو، مش محتاجه اي صوص جنبها. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.